في أماكن أول ما تدخلها بتحس إنك مش لوحدك، وده اللي حصل في القصة اللي اتحكت في عز الضلمة. بس قبل ما نبدأ طفي النور وخلي الدنيا هدوء، عشان اللي جاي مش مجرد قصة، انت دلوقتي في عز الضلمة. حكايات ما بتتحكيش غير لما الكل ينام. القصة بدأت لما سامي قرر إن هو يتنقل لشقة جديدة. الشقة كانت رخيصة قوي بالنسبة لمكانها، كانت عبارة عن أوضتين وصالة، دور تالت، عمارة قديمة شوية بس شكلها عادي. ساعتها سامي سأل السمسار هو السعر ليه قليل كده. السمسار ضحك وقال له ما تقلقش يا باشا، الناس بس بتخاف من القديم، إنما الشقة تمام. وسامي ساعتها ما صدق، كتب العقد وراح نقل في نفس الأسبوع. أول كام يوم عدوا عادي، بس كان في حاجة كده كانت مضايقاه. الأوضة اللي في آخر الطرقة، أوضة صغيرة بابها خشب تقيل، دايما مقفولة. ومع إنه فتحها يوم معين الشقة، إلا إنه بعد ما سكن فيها حس إنه مش عايز يقرب لها. مفيش خوف صريح، بس مجرد إحساس تقيل. في أول أسبوع بدأ يسمع صوت خبط خفيف كل ليلة تقريبا بعد الساعة 3. خبط، خبطتين، بعدها سكوت. قال يمكن الجيران، أو يمكن مواسير، أو يمكن أي حاجة. بس المشكلة إن الصوت كان جاي من آخر الطرقة، من ناحية الأوضة المقفولة. وفي ليلة قرر إنه يفتح الباب، مسك الأكرة واللي كانت ساقعة رغم إن الجو ساعتها كان صيف. فتح الأوضة، كانت فاضية ومفيهاش أي حاجة غريبة، بس ريحة قديمة زي هدوم متقفلة بقالها سنين. قفل الباب وقرر إنه هو ينسى اللي حصل. ومن الليلة دي الأحلام بدأت تجيله. كان بيحلم دايما إنه واقف في نفس الطرقة، والنور بيطفي واحدة واحدة لحد ما يفضل نور خفيف قوي طالع من تحت باب الأوضة. وفي كل مرة كان بيقرب بيسمع صوت نفس حد بيتنفس من جوه. كان ساعتها بيصحى مفزوع وقلبه بيدق، ودايما كانت الساعة بتبقى 4. قرر سامي ساعتها إنه يجيب خالد صاحبه يبات معاه. قضوا الليلة ضحك وهزار، وفي الآخر دخلوا ناموا. بس فجأة خالد صحي الساعة 3 وقال لسامي انت سامع ده؟ الخبط. راحوا ناحية الأوضة والباب ساعتها كان مفتوح، مع إن سامي متأكد إنه قفله بالمفتاح. دخلوا الأوضة، بس الأوضة ساعتها ما كانتش فاضية. كان فيها مراية كبيرة ما كانتش موجودة قبل كده، مراية قديمة الإزاز بتاعها معتم كأن عليه طبقة تراب. وقفوا قدامها. خالد قاله انت وشك متغير. سامي قرب وبص في المراية، اللي شافه ما كانش هو، كان وشه بس كان أقدم، وعينه الشمال كانت سودة كأنها فاضية. وفجأة الصورة اللي في المراية ابتسمت، بس سامي في الحقيقة ما ابتسمش. خالد وسامي جريوا بسرعة من الأوضة وسابوا الشقة ونزلوا العمارة من غير حتى ما يبصوا وراهم. ومن الليلة دي خالد مرجعش أبدا لسامي الشقة. وسامي حاول ساعتها إنه ينقل، بس صاحب العمارة قاله انت كده كده مش هتعرف. سامي سأله ليه؟ قاله كل اللي سكنوا الأوضة دي مشيوا، بس مش كلهم رجعوا زي ما دخلوا. وفي آخر ليلة سامي قرر إنه يفتح الأوضة لوحده. دخل ووقف قدام المراية وقال بصوت عالي انت مين؟ الصورة ردت أنا انت، بس النسخة اللي فضلت. الأنوار طفت، والصبح الجيران لقوا الشقة فاضية والأوضة مقفولة زي ما كانت دايما، بس المراية بقى فيها انعكاس واحد واقف وبيبتسم.
ومن ساعتها الشقة لسه بتتأجر، بس كل اللي يدخل الأوضة دي بيطلع وهو مش هو.